تعالي أقولك على وصفة هتعملي بيها أطرى وألذ فطاير محشية في طاسة على البوتاجاز، من غير فرن ومن غير تكلفة، وبعجينة هشة تنفع لأي حشو عندك في التلاجة، يعني فطار غدا أو حتى لانش بوكس. كله من إيدك أحلى وأوفر. هتبدأي تعملي العجينة ب6 أكواب دقيق، عليهم 4 معالق سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة خميرة و2 بيضة. ولو مش عندك الزبادي ينفع جدا كبديل وبيخلي العجينة طرية وناعمة. و2 كوب حليب دافيين تضيفيهم بالتدريج حسب ما الدقيق يحتاج، ومعاهم 6 معالق زيت زيتون أو زبدة. اعجني لحد ما العجينة تبقى ناعمة ومطاطية، وغطيها وسيبيها تخمر حوالي ساعة. دلوقتي نجهز الحشوات. أول حشوة بالدجاج، شوحي الصدر دجاج متقطع في معلقة زيت مع بصلة، وضيفي الخضار اللي عندك زي فلفل ألوان أو جزر أو ذرة، وتبليهم بفلفل أسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كاري وملح. الحشوة التانية بطاطس مهروسة، شوحي بصلة في معلقة زيت وضيفي الخضار اللي متوفر عندك مع شوية بقدونس ونفس التوابل، وبعدين حطي البطاطس المسلوقة واهرسيها كويس. بعد ما العجينة خمرت، قطعيها كرات متساوية وافردي كل واحدة. حطي الحشوة وجبنة موتزاريلا لو موجودة، ولفيها رول أو اقفليها بأي شكل تحبيه. سخني طاسة كويس ودهنيها نقطة زيت، وحمري الفطاير على نار هادية وقلبيهم لحد ما يستووا ويتحمروا من كل الجوانب. أهم نصيحة إن الطاسة تكون سخنة والنار متوسطة علشان العجينة تستوي من جوه وما تتحرقش من بره. الفطاير دي هتغير روتين أكلك، تنفع تتشال في الفريزر وتتسخن على السريع، والطعم هيخلي الكل يسألك على الوصفة.